وده اللي أكده أحمد لما في لقائه قال إن الرواية في ستينات القرن الحالي. نيجي بقى لفقرة الأسئلة اللي نديم كان بيسألها في الرواية واللي أثارت الجدل. أسئلة زي ليه الإله مصمم يموتنا رغم اجتهاداتنا؟ هل تطورنا بيقلقه؟ خرجنا عن خط السير اللي هو كاتبه؟ وهل أصلا في خط سير مكتوب ولا احنا في كواليس الخلق للأديان وهمتنا بيها؟ كمان قال إن التكنولوجيا تطورت لدرجة إنها قادرة تخلق إنسان بنسبة 95%، وكمان قال إنه ما يقدرش يهين الإله عشان هو مش معترف بوجوده أصلا، وليه الإله مادام موجود ما يقدمش دليل لنفسه. من محاضرة نديم بتبدأ رحلة موسم صيد الغزلان، لما بيشوف غزالة اللي بتجذب انتباهه اللي هو بيحلم بيها ليلة المحاضرة، وبتبدأ غريزة الصيد عنده. بعد المحاضرة بيقابل الغزالة ومعاها جوزها طارق اللي بيقفوا مع نديم وبيتعرفوا عليه على ما طيارته تيجي تاخده. ومن هنا بتبدأ رحلة الملاذ والتساؤلات عنه، وإيه هو الملاذ اللي طارق قاله لنديم.